بصوا المنظر. اهو بص، ده المنتج اهو، تشين كلين بتاع تنظيف الجنزير بس. تمام، بيسيب طبقه طبعا تحمي، وبيطلع الرايش، الحاجات الحديد والحاجات المتكسره والطين الصلب اللي جوه الجنزير. هيطلع. بص هتشغل، تبتدي المادة دي تتفاعل. هي مادة زيتية بس حركة بطريقة معينة، ليها دعوة ايه بانها بتحافظ على الاورنجات اللي جوه. بص بتطلع طين. بص المنظر. تعالى ورا كده. بعد كده ايه، نحط الفرشة فوق اهي. نطلع بقى ايه الحاجات العنيدة، الحديد والقرف والطين. هتلاقوا فرق طبعا رهيب، هتحسوا ان الجنزير بقى جديد. دلوقتي معلوش ولا نقطة زيت. تمام، نوقف العجلة. نوقف العجلة وبعد كده ايه، هنمسح الزيادة ونشغل العجلة العكس بقى، نمسح كل الزيادة. تمام، لفة كده تقفل على ايديك كلها كده كلها. وبعد كده لفة تروح حاطط ايه الفوطة على السنون ولافف لقدام مش لورا. لو لورا خلاص هتسلم على الشهداء اللي معاك اهو، عشان في برضه هنا وساخة تطلعها. بص كل ده بيتمص في الفوطة. بص كمية الرايش، كل ده رايش حديد معفن مكسر جوه البتاع، ما بيطلعش غير في المادة الصعبة دي. البتاع ده ب 140 جنيه 145 في نون، ونون أرخص واحد بيبيعه. تمام كده احنا طلعنا المادة وشلنا الزيادات. هيبقى معاك شوية زيت نضاف، شوية زيت نضاف غطا اهو. هنحط غطا بس. وهنشغل المكنة، ندوس على الأول كده. بص الطريقة، صب ولغوص. بس وقف بقى، هاتوا صفر. نحط من جوه الشوية اللي باقيين كده اتزيتت، بس طبعا مش 100%، كل الحتة دخلت فيها زيت. هنعمل ايه بقى كده اهو، بايدينا نمشي على العجلة كده اهو لقدام برضه.
هات الكاميرا على الفرشه، نمرش من تحت ومن اليمين او من الشمال. نحاول ندخل الزيت ونخليه يتغلغل في الجزئين دول. بعد كده ايه كده من جوه الزيت يتغلغل في كل الاجزاء. تمام. بعد كده كده العجله ترجع لورا مش لقدام. كده انت مرشت ايه السنون والجزء ده والجزء ده والجزء ده. طبعا في نسبه زيت زياده هتنطر على العجله عادي، بس برضه هنمص الزيت الزياده في الفوطه المزيته الوسخه دي كده اهو من جوه. نمص كل الزيت الزياده اللي اتبقى في الحتت اللي هو الدقيقه جدا دي، هو ده اللي احنا عايزينه يتبقى. مش لازم يكون بتخر زيت ومزيتها من بره، لا يعني بص لما نمسحها بالفوطه بص النظافه دي انا عايزها. الباقي بقى اللي اتساب ده هو اللي المفروض يتساب، هو اسبوع وهتنضفه تاني. اسبوع طبعا لو انت شغال دليفري. من جوه ومن جوه. وبعد كده برضه على السنون نزل الكاميرا تحت وري لهم السنون. هتنضف الزيت الزياده اللي على السنون. تمام. بعد كده ارفع ايدك ومن هنا هات منين. بص الجزء ده، بص عايزك تنور الجزء ده، الجزء اللي بين ده والجنط. الحته دي بيبقى فيها زيت كتير برضه هتنضف. تمام. بعد كده خلاص بتشغل على الواحد بقى وتزود وتنطر الزيت الزياده. تمام. ده هننضفه ازاي؟ بسفنجه فيها صابون مره، وبعد كده تروح شايل الصابون، الثانيه وحاطط ميه وشايل الصابون، الثالثه هتبقى انضف ممكن تاكل عليها من نظافتها. وبعد كده تحط ورنيشك بقى، وده هوريه لكم في فيديو تاني. تحط ورنيش اللي بيحافظ على الرابر ده ويزود عمره. هوريكم ازاي تنضفوا العجله بعد الجنزير. بص الجنزير بقى عامل ازاي، بيلمع كانه جديد.